بقول لك يا دكتور مجدي، ما تيجي تشرح لنا شويه عن المضادات الحيويه؟ أوي أوي بس كده، هات يا ابني المايك ده. السلام عليكم. يعني إيه مضاد حيوي وليه في منه أنواع كتير؟ أولا المضادات الحيوية مش كلها زي بعضها، في منها حوالي 10 أنواع، وكل نوع ليه طريقة في قتل البكتيريا. يعني في مضادات بتكسر جدار الخلية، يعني بيخليها تفرك كده وتتهري، زي الأوجمانتين، فولوموكس، هاي بايوتيك، سيفوتاكس، أنكومايسين. وفي مضادات تانية بتمنع البكتيريا ان هي تصنع بروتينات فتموت ببطء، زي الدوكسي والجنتامايسين والكليندامايسين. وفي بقى انواع مضاد حيوي بتمنع البكتيريا تكون الحمض النووي بتاعها او حمض الفوليك بتاعها، زي السيبروفلوكساسين، التافانيك، والسبترين. طب هل كل انواع المضاد الحيوي بتشتغل على كل انواع البكتيريا؟ طبعا لا. في مضادات حيويه بتشتغل على نوع اسمه البكتيريا الموجبه، وفي مضادات بتشتغل على البكتيريا السالبه، وده نوع من انواع التصنيف للبكتيريا. طيب الاثار الجانبيه بتاعتهم ايه؟ كلهم ممكن يعملوا مغص او اسهال، بس خلي بالك الفانكومايسين والجنتامايسين ممكن ياثروا على الكلى، وعشان كده ما ينفعش تاخد مضاد حيوي من نفسك او وصفه اي واحد من صحابك، لان استخدامه غلط ممكن يخلي البكتيريا اللي في جسمك تتعود عليه، وده بيسبب حاجه وحشه قوي يا صديقي اسمها مقاومه المضادات الحيويه. يعني حتى اقوى دواء مضاد مش هينفع معاك، وفي نفس الوقت مش اي دور برد او حتى شويه كحه محتاجين لهم مضاد حيوي. لو الدكتور قال لك في عدوى بكتيريه، ساعتها هو بيكتب لك المضاد الحيوي المناسب ليك، وساعتها يا سيدي خده بالف هنا وشفا. يعني ببساطه اسال دايما الدكتور او الصيدلي قبل ما تاخد اي مضاد حيوي، صحتك غاليه وشويه معلومات بسيطه ممكن تحميك وتحمي كل اللي حواليك.